طربي. لا هي ترابي. ترى. ترى. يعني الواو بتتخطف كده. معانا يا استاذ نور؟ مع حضرتك. على الله. ترابي. الراجل ده ابتدى يظهر في فترة قنصوة أبو سعيد، فاكرينه؟ هو مين؟ سعيد ما اعرفش. لا هو ما كانش بيقول ما اعرفش، هو بيقول يخشى. لا. ايوه بالظبط. مش ما اعرفش. بس المصريين بقى لا يخشي. فلان اللي فلان يعني ازعل اخاف ان فلان يعمل. يخشى. مش ما اعرفش، هو ما اعرفش طلعت من الاخوه. في بعض المرشدين بيبقى عنده تجويد. يعني دي مش عايز اخش يعني. في الحته دي. طب لكن المذكور بالنص يخشى. يخشى. ماشي، فانا مش هنتقد. ما اعرفش يا سيدي، ما اعرفش. تمام. تمام. اللي هو خال محمد بن السعدات ابن السلطان محمد ابن السلطان قايتباي، اللي هو امه تبقى اصلبيه. على فكره في الفتره دي كان الناس دي بتيجي، الناس مش متخيله كلمه بلدياتي. معلش عايزين نتكلم في الحته دي. بلدياتي ان كان بيجي الجركس كانوا بيبعتوا العيله. في فتره قايتباي مثلا كان ليه وقرايبه، اللي منهم يعقوب شاه المهمندار اللي عند صلاح سالم، ده كان من قرايبه ومن عيلته. هتلاقي ابن اخته في المذكور مع ابن اياس، هتلاقي ابن مش عارف مين، كانت عيلته معاه. محمد ابو السعدات امه اصلبي، لما اتجوزت جنبولات في عصر قنصوة ابو سعيد اخوها، كان هو السلطان اخوها، امه او امها نزلت لها من القلعه في موكب مهيب، كانوا يسموها الخوند الكبرى، اللي هي الوليه دي اللي كانت طبعا عايشه في خيمه. جاتها فين في بلادها ناحيه داغستان وبتاع. فعلى قد حالها جت هنا بقت ام السلطان وحماه السلطان وحماه السلاطين، لانها كانت حماه الاشرف قايتباي، وبعدين بقت حماه العادل قايتباي. تخيلوا يا جماعه مكانتهم اترفعت ازاي. فابنها بقى سلطان، بنتها اتجوزت جوز سلاطين، عاشت الحياه يعني. فلما نزلت من القلعه كان لها موقف. نيجي للاستاذ ده بقى، ظهر في فتره تراباي الشريفي. الاخ تراباي لما ظهر في فتره قنصوة ابو سعيد خد لقب نائب النوب الثاني، يعني حاجه درجه عسكريه قليله قوي. تراباي ما كانش من الشخصيات اللي انت تتخيلها ان هو طول بعرض وقوي الشكيمه وراجل محارب، بالعكس. تتخيلوا حضراتكم في الافلام كده هنلاقي فيه راجل سماوي، انا ناسي اسمه للاسف، حاجه هاشم، كان قصير وشعره ابيض طبعا عجوز كده وسماوي قوي لما يجي غلاوي في الاتهام بتاعه، لكن لما يجي المرقوس تلاقيه لكن مع الناس سماوي وقاسي وغلاوي ووحش ومتوحش. ده تراباي الشريف. تراباي ما كانش عنده فكره ان انت تيجي عندنا يا جماعه مولد بتاع، لا ما عندوش الحته دي. حتى لما ابن اياس ذكر عنه او اتكلم عنه قال لك كان غاشما او ظالما غشيما او غشوما سفاكا للدماء آكلا لمال الناس، وكان بيخش صدر الناس بالجمله. تمام. تبتدي حكايته في ظهوره في فتره قنصوة ابو سعيد. حصل ان في جماعه من عرب خرجوا من منطقه البحيره، كان عرب بن سعيد تقريبا. المهم ان تمردوا على الامير بتاعهم او النائب بتاعهم وجم هجموا على القاهره. كان يوم العيد الصبح الكلام ده، يوم العيد الصغير، عيد الفطر. فدخلوا وصلوا القاهره، وبل ما لاقوش حد، طبعا الموضوع جه فجاه، وصلوا لحد المعصره. فطبعا كانوا عدد كبير. المماليك خرجوا بحوالي 10,000 مملوك، منهم تراباي ده. يتعرضوا لهزيمه منكره، قفشوا تراباي ده، ذبحوه ذبح من هنا لهنا، بس ابن الذين عاش. دي كان اول حادثه يظهر فيها تراباي ان هو ليه لازمه في حاجه، اتذبح. لا بعد كده لما تولى السلطان قنصوة الغوري، فكان تراباي يعتبر الكلب الحراسه او البولدوج، الراجل اللي جنبيا، اللي هو ما يخاف مني بس الناس تخاف منه. بسك على ده يخش عليه، يعمل ده بس. لكن كصفه ان هو مثلا خرج في حرب انتصر او عمل حاجه، لا. بدليل ان
مثلا لما اشترك في الحمله اللي هي ديت على شويه عرب، ما عملش حاجه. بعدها ما فيش مثلا اسبوعين الجماعه دول عدوا النيل ووصلوا عند الهرم. كان ساعتها العادل طومان بيه، العادل طومان بيه كان في الجيزه، تمام، بيتفسح وهو جاي يقابلهم، خلص عليهم. فهنا في فرق ما بين الممارسه وما بين الهواه او اللي واخد منصبه بالاقدميه بالكارنيه. انا راجل معاك بس. فده كان تربي الشريف، ما كانش محارب، ما كانش ليه شخصيه عسكريه فذه ولا حاجه، وما كانش ليه وجود مؤثر في الحياه، لكنه كان ذو منصب بحكم الاقدميه بس. هو طبعا هو اللي بنيه ده